قال لك ايه بقى؟ قال لك دبدبه الاهلي بتخلي الزمالك بيوقع نقط. قال لك الاهلي لما بيركب ما بينزلش. قال لك في حاجه اسمها اهلنه الاهلي، ده بيخشوا كده يتعمل لهم الاهلنه. تمام. ودينا شايفين، ادينا شايفين. انا الحاجه اللي هقولها النهارده هو ان الزمالك يزعلنا والاهلي يفرحنا. بجد 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 بجد. شكرا يا اهلي، شكرا لعيبه الاهلي. لولاكوا يعني بجد مش عارفين نقول او بقى نقول ايه. شكرا للعيبه الزمالك السابقين يعني. شكرا للعيبه الزمالك السابقين. ياسين مرعي، زيزو، امام، بن شرقي، العيال الرجاله، العيال الرجاله دول اللي راحوا الاهلي ونقلوا الفيروس هناك. نقلوا الفيروس هناك عشان تعرفوا بس ان هي صفقات الكيد وصفقات البوم تخ والبوف اح والكلام ده اخرتها ايه. عملت فريق ومش عارف ايه، واللي هيتعادل معايا يعمل فرح. بقيت بتشيل ثلاثة عادي جدا 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 جدا، مفيش اي مشكلة. هنتكلم على الزمالك وعلى بيراميدز وعلى الاهلي وعلى الكلام ده كله. لايك شير سبسكرايب فعلوا زر الجرس. الزمالك مش هقول قرب، لكن الزمالك النهارده الاهلي مش رجع له الامل. هو الاهلي عمل ايه؟ الزمالك اللي هو واقف كده مش عايز يروح للدوري، يعني الاهلي قال له يا عم روح بقى. عمل له كده روح بقى. هتقول لي طب ما يا نادر كانوا تعادلوا، يا نادر كانوا تعادلوا ويبقى الفرق خمسة ولا مش عارف ايه الكلام ده. أه هكون صريح معاك انا كنادر، لا. انا عايز اولا، انا عايز الاهلي يخسر وده الحمد لله اللي حصل. ليه؟ لان انت الفرق بينك وبين بيراميدز دلوقتي 3 نقط. تمام. في اسوأ الظروف وفي اسوأ الاحوال اتساويت مع بيراميدز في النقط، انت كسبان بيراميدز رايح جاي، فانت فارق عنه. تمام. ده بقول لك في اسوأ الظروف وفي اسوأ الاحوال. ماشي. لكن انت الاهلي لو كان كسب وبعد كده كسبك، وده وارد في الكوره طبعا، كان هيبقى متساوي معاك في النقط، بس كان المواجهات مباشره، هو كسبان رايح جاي، فكان هو اللي هيعدي. تمام. دي نقطه. النقطه الثانيه، هو انت كده انت بقى في ايدك ان انت الاهلي بره افريقيا، بره دوري ابطال افريقيا. بايدك انت بقى، بايدك انت كزمالك. ودي ممكن ما تكونش حصلت من كتير قوي، من كتير قوي 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 قوي. ومش هيجي لك الفرصه دي تاني ان انت تدوس، ان انت تدوس يوم الجمعه تدوس ولازم تضحك لنا مره بقى، يعني لازم تضحك لنا مره. طبعا انا بتكلم وانا متضايق، سيبكم من الهزار اللي انا هزرته في الاول. بتكلم وانا متضايق. ليه بتكلم وانا متضايق؟ لان انت كنت ممكن تخلص الدوري النهارده. انت كان ممكن تخلص الدوري النهارده عادي جدا بسهوله جدا 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 جدا. هتكلم الاول في ماتش الزمالك. كابتن معتمد نزل بطريقه صعبه جدا، تشكيل غريب. انت جمهور الزمالك كله، كل الناس بلا استثناء هتنزل النهارده، تنزل التشكيل الطبيعي والاساسي بتاعك والطبيعي بتاعك وتلعب الطبيعي بتاعك. انت ليه باصص على ماتش الاهلي؟ احنا بنكرر نفس تجربه ماتش الجونه. فاكرين لما لا بتزيرا ياخد انذار في ماتش الاسماعيلي تقريبا، فنلعب ماتش الجونه ما يلعبش عشان نلعب ماتش الاهلي، فاحنا تعادلنا مع الجونه وخسرنا من الاهلي. فاهمين؟ انت بتكرر نفس التجربه تاني، ان انت ايه، لا انا عايز ادخل سيف الجزيري، ادخل ربيع، اريح فتوح، اريح ناصر. وطبعا شيكو بانزا بيلعب مكان عدي، واسماعيل مش موجود، فبتلعب الونش. 4 تغييرات على التشكيل الاساسي كبيره جدا يا جماعه، كبيره جدا جدا. انت الزمالك كان وصل لحاجه كويسه ان يبقى في انسجام في اللعب. فانت الانسجام ده ضيعته النهارده في ماتش انبي، وانت عارف ان الفرقه نازله هتغل قدامك. وفي حاجه كمان، انت بتنزل سيف الجزيري وربيع بالذات. انا متفهم شيكو بانزا لان هو اللي كسبك الماتش اللي فات، فهو نفسيا عالي، والجمهور دعمه اليومين اللي فاتوا، هو نفسيا عالي، هو مبسوط مش عارف ايه. والنهارده لما لعب ما كانش سيء خالص، فانت متفهمها. اسماعيل موقوف فتلعب الونش، ودي طبعا ده الطبيعي. لكن انت بتلاعب ربيع والجزيري تحديدا، ليه؟ وايه اللي شفتهم طول الموسم اللي يخليك تلعبهم الاثنين بالذات في ماتش مهم زي ده؟ ماتش مهم زي ده انت محتاج ان انت تنزل بالتقايل بتاعتك تخلص الماتش وتغير. يعني انت مثلا سيف الجزيري، هل انت بتلعب سيف الجزيري فانت علشان انت عايز تسيب لهم الكوره وتلعب على المرتده؟ ما دي كارثه. ما انت بتلعب بربيع وبتلعب بسيف الجزيري، فانت كده بتدي، وطبعا شيكو بنزا موجود، فانت كده بتدي ايحاء ان انا هسيب الكوره لانبي والعب على المرتده في استاد القاهره قدام الجمهور ده كله. طب ازاي يا كابتن معتمد؟ ازاي؟
وانت ايه اللي اداهولك سيف الجزيري واحمد ربيع طول الموسم عشان تبدا بيه ماتش مهم زي ده؟ برضه مش فاهمها. هل فتوح او ناصر مصابين؟ لا، لان هم اللي نزلوا اول ما نزلوا الشوط الثاني وعدلت الملعب نسبيا. انت في اول 5 دقايق ضيع ثلاث كور. انت في اول 5 دقايق ضيع 3 كور، وبعد كده كره بتزيرا للانفراد. تمام. فانت ضيعت من ايدك 45 دقيقه في اللا شيء، وكنت ممكن تخسر لان هم ضيعوا كورتين وجابوا كوره واتحسب اوفسايد وهي اوفسايد. انا ما فهمتش جدا. انت النهارده اكتر واحد ربنا بيحبه بنتيجه الاهلي وبيراميدز هو كابتن معتمد جمال. يعني كابتن معتمد جمال النهارده لو كان الاهلي كسب وكان هيدخل معنويا ليك عالي، وانت هتكون واقع نفسيا، فكان لو كان كسبك كان ركب نفسيا خلاص كده الدوري شكرا بح. بسبب ايه؟ بسبب تغييره او بسبب تشكيل غريب جدا جدا جدا. انا بتكلم الحمد لله هادي، وقررت ان انا ما اصورش بعد الحلقه على طول. قلت استنى ماتش الاهلي. لكن لا، فده مخليني هادي جدا. لكن انا لحد دلوقتي مش فاهمه، كل الزملكاويه مش فاهمينه. يعني وبعدين انا بقى كابتن معتمد في المؤتمر الصحفي دي ضايقتني قوي يا كابتن معتمد. انا بدعمك جدا جدا جدا، وانت عامل اكتر حاجه عظيمه. ولو كان مدرب اجنبي عمل النتائج اللي انت عملتها دي كنت يعني كنا هنطلع بيه السما. تمام. لكن انت في المؤتمر الصحفي يا كابتن معتمد طالع تقول انا كسبت نقطه او خدت نقطه ففرقت عن المنافسين ب6 نقط. يا كابتن معتمد انت بتضحك على مين؟ انت بتضحك على نفسك اولا، وبتضحك على الجمهور ثانيا. الجمهور اللي اساسا شايف كل حاجه، كل حاجه باينه، كل حاجه باينه. انت النهارده لو كنت كسبت الحمد لله حمدا كثيرا، بس يعني ما بحبش كلمه لو، بس انت لو كنت تكسب النهارده فرق 7 نقط. فرق 7 نقط بينك وبين الاهلي خلاص كده. كان فرق 7 ايه؟ لا ده فرق 8 تقريبا. فانت خرجت الاهلي بره المعادله خلاص كده. خلاص الاهلي بره افريقيا رسمي، بره افريقيا رسمي، بره دوري ابطال افريقيا رسمي. تمام. لكن انت النهارده آه يعني ما فيش حاجه اقدر اقولها. يعني انا ما فيش حاجه اقدر اقولها. ما اقدرش اتكلم على الشوط الثاني لان الشوط الثاني اصلا انت الدنيا عندك بايظه جدا جدا، فانت مش عارف تعمل ايه. ما فيش اي حاجه، ما فيش. مش هتكلم بقى عن الحكم ان محمود ناجي كان بيدي انذار لحارس المرمى اللي بيقع من اول دقيقه في الدقيقه 91 عشان بيضيع وقت. احنا النهارده فعليا لو جيت قست الوقت الفعلي اللي احنا لعبناه مش هيكمل 70 دقيقه. مش هيكمل 70 دقيقه. كل هجمه الجون يقع، كل هجمه لعيب يقع، كل هجمه مش عارف ايه. باينه قوي باينه قوي، وعندهم ومتحفزين ضدك وكذا وكذا وكذا. بس انا ما اقدرش، انا واحد ما اقدرش كل شويه اقول الحكم خسران. الحكم كان سبب ان الماتش يبقى بالريتم ده. كان سبب في ان الحكم كان سبب ان الماتش يمشي بالريتم ده. تمام. دي حاجه ما فيهاش نقاش. ما اقدرش اقول ان انبي لعبت بغل، لان انبي عايزه حقها تكسب طبعا. انا ما اقدرش اتكلم في اي حاجه. ما اقدرش اتكلم في اي حاجه. كهربا هينزل من حقه ان هو يجي يستفزك طبيعي جدا. انا مش هغير كلامي. والكلام ده لو حصل مع الاهلي هقول هو نفس الكلام. فاهم قصدي؟ فهي دي نقطه. انت النهارده خسرت بسبب، او خسرت نقطتين مهمين جدا 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 بسبب آه يعني مش عايز اقولها لان هي طبعا عيب ان انا اقول كلمه فزلكه او كده، بس اوفر كوتشنج قوي من كابتن معتمد جمال، ولا مش عارف بيسموها ايه. لا اوفر قوي يعني. لا انت انزل النهارده العب السهله يا كابتن معتمد. الدنيا مش انت فكرتني بكابتن مؤمن سليمان في نهائي افريقيا رايح سان داونز في بريتوريا الساعه 3 العصر بيهاجم لي ب7 لعيبه سان داونز في جنوب افريقيا في فاينل افريقيا 2016. فاللي هو يعني برضه بالعقل كده. لكن الحمد لله انا قلت الحلقه اللي فاتت ما نهدش المعبد. تمام. وان ساعدتك قوي 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 بقى نتيجه الاهلي وبيراميدز. نتيجه الاهلي وبيراميدز. انت خلي بالك احنا عندنا جزئين في النتيجه دي. النتيجه ان انت الاهلي خلاص كده الاهلي شبه خسر الدوري. تمام. لان الاهلي محتاج ان هو يكسبك وانت تقع ماتش، وبيراميدز يقع ماتشين. لان بيراميدز حتى لو تعادل معاه في المواجهات المباشره، ما بيتعادل معاه في النقط، بيراميدز كسبان رايح جاي. فالدنيا دي كلها كده يعني لو يوسف شاهين هيجي يكتب سيناريو الاهلي مش هيحصل. خلاص كده فاضل 3 ماتشات، الدنيا مش هتحصل. ممكن اساسا كل حاجه تنتهي يوم الجمعه ان شاء الله باذن الرحمن يعني. فانت خلصت الاهلي كده
خد سكه السلامه كده، الاهلي مش هيبقى بنسبه 95%، وده كوره انا بتكلم كوره في المستطيل. تمام، بغض النظر عن اي حاجه ممكن تحصل، ان ممكن تلاقي يقول لك ايه، السنه دي يا جماعه الثالث هو اللي هياخد الدوري عادي. السنه اللي فاتت الاهلي خسران دوري رسمي فهمي نظمي، قال لك لا هو اللي هياخد بقرار في اجتماع. صباح الفل، ممكن اي حاجه يعملوها يعني. تمام. لكن ككوره في المستطيل الاهلي خلاص بنسبه 95% خسر الدوري. انت فرق بينك وبين الاهلي 6 بونت، قلنا خلاص الكلام ده كله. فرق بينك وبين بيراميدز 3 بونت. انت هتدخل بماتش الاهلي الجاي معنوياتك مش مرتفعه، لكن انت هتكون الاهدى بكتير جدا 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 جدا. زي ما احنا شفنا كده في اخر الماتش، والمخرج كان بيكتم الصوت، الجمهور بيشتم اللعيبه. بقى اسوء حاجه. وعلى فكره استاذ زي ما كان متعصب اهو، الجمهور من حقه. الجمهور من حقه، لان اللي حصل ده انت جايب فرقه وصارف وعامل وي 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 و100 مليون مرتب ومش عارف ايه وكذا وكذا ومحترفين ومش عارف ايه، والمحصله هتبقى صفر. فهو طبعا انا لو مكانهم انا هخرب الدنيا يعني. تمام. بس الحمد لله انا مش مكانهم، وانا دلوقتي كده ومبسوط جدا يعني الحمد لله. لكن هتنزل ماتش الاهلي انت عندك ان انت هتبقى اهدى جدا. انا مش عايز اسمع فكره ايه يا جماعه عادي نخسر من الاهلي. مفيش حاجه اسمها نخسر من الاهلي بقى يا جماعه. بلاش الروح الانهزاميه دي. بلاش الروح الانهزاميه دي. لا، احنا هننزل يا باشا، انت احسن كوره. انت الموسم ده احسن كوره، احسن لعيبه، احسن كجهاز، كجمهور كده كده احسن، ومفيش مقارنه مع اي حد. تنزل ماتش الاهلي تكسب باذن الرحمن. تنزل يوم الجمعه ماتش الاهلي تكسب. الميزه اللي عندك ان انت طبعا انت فارق بست نقط. تمام. والميزه اللي عندك ان انت هتبقى اهدى بكتير جدا. هم هيبقوا متسرعين، هيبقى عندهم مش حميه، بس عندهم عايزين يعملوا اي حاجه في الماتش ده عشان على الاقل يطلعوا بالموسم ان هم كسبوك راح جاي. وحقهم، حقهم. فانت ما ينفعش تضيع فرصه زي دي. ما ينفعش تضيع فرصه زي دي. الحمد لله الزمالك عمل نتيجه سيئه جدا مع انبي، اتعوضت بنتيجه كويسه جدا 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 بالنسبه لبيراميدز والاهلي. آه، وما ينفعش نفرط في اللي جاي يا جماعه. ما ينفعش نفرط في اللي جاي، لان احنا في نقطه هقولها. لان نفس الغلطات انا اسف كانت بتتكرر من اول ماتش شباب بلوزداد في الذهاب، وما كانش فيه اي حاجه. قلنا شباب بلوزداد بيلعب على العرضيات. ماتش الذهاب شفناها، في ماتش العوده مفيش حاجه اتغيرت، نفس الغلطات موجوده، ولحد اخر ثانيه كانت الخطوره موجوده شباب بلوزداد من العرضيات. تمام. بيراميدز كانت بتلعب الجيم كان مقفول جدا ومش عارف ايه والكلام ده كله، بس كان نفس الفكره برضو، كانت الخطوره موجوده وكذا كذا 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 كذا. ماتش انبي كلنا عارفين ان حامد عبد الله لعيب سريع جدا، مش عارف ايه الكلام ده كله، هيضربك من الحته دي. نفس الفكره برضو، يفضل لحد اخر الماتش كان معرض ان انت تخسر. فانا ما بشوفش الكلام ده وانا قاعد واحد زي كنادر كده بتفرج على الماتش في الاستاد من الدرجه الثالثه. دي عينيا بشوف بيها. اكيد كابتن معتمد جمال اجمد مني بكتير، اكيد كل المحللين الموجودين في الجهاز اجمد مني بكتير. فهل ما فيش اي تطور، او ما فيش اي مذاكره، او ما فيش اي حاجه بتحصل في الحاجات دي يعني؟ انا ما انا كل اي فرقه الفتره اللي فاتت بلاعبها، الخطوره بتاعت الفرقه دي بلاقيها هي موجوده. ما باشوفش حاجه يعني، ما باشوفش حاجه مختلفه. ما باشوفش مثلا ان في حد لا ما بقاش موجود، مش ظاهر، مش عارف ايه الكلام ده كله. هتقول لي ما هو ماتش بيراميدز يا نادر، ماتش بيراميدز يا نادر، تمام على راسي. بس بيراميدز واقع. بيراميدز واقع. بيراميدز مشايل الاهلي النهارده 3 مع الرأفه، تمام، لكن بيراميدز وحش. بيراميدز وحش، وانا عشان كده بقول لك انت كسبت بيراميدز رايح جاي اللي مشايل الاهلي 3، فانت معلش يعني انا مش هقبل غير المكسب في ماتش الاهلي. التعادل هيبقى على مضض اللي هو يعني يا عم ماشي، تمام، فاهمين قصدي؟ لكن لا، لكن لا. مش عايز اطول عليك اكتر من كده. مبروك. الزمالك وسع الفرق مع الاهلي، ضيق الفرق مع بيراميدز. لكن انت كلنا نكون على ارض الواقع يا جماعه، انت منافسك الاساسي والرئيسي الاهلي. بيراميدز ممكن جدا، سهل جدا، مش سهل جدا عشان ما يكونش اوفر يعني، ممكن جدا يقع ماتش انبي مش عارف ايه الكلام ده كله. لكن انت طبعا انت خساره الاهلي النهارده بعدته عنك. خساره الاهلي النهارده اديتك فرصه ان انت تعمل حاجه، ان انت
تديله رجل من دوري الابطال افريقيا، ودي فرصتك بايدك، وانا مستني لعيبه الزمالك يوم الجمعه. شكرا لكم جدا، سلام عليكم.